بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا وقناتكم وصفة وطبخة مع سماح. النهاردة الأكلة بتاعتنا سريعة وخفيفة، تنفع فطار تنفع عشاء. احنا النهاردة هنعمل مع بعض سجق وكبدة، وبقى محتويات الكبدة بقى من الكلاوي والقلب والحاجات دي كلها. احنا معانا هنا كيلو الا ربع من الكبده زي ما انتم شايفين. الكبده انا نقعتها في اللبن لانها ما بتتغسلش وكانت لسه طازه، والسجق كان مجمد. انا حاولت ان انا اقطعه كله قد بعضه عشان يبقى حجم واحد. هو كان مجمد وطالع من الفريزر، فطبعا الطاسه كانت سخنه فهيلزق لو انا ما حطيتلوش زيت، فحطيت له معلقه من الزيت. كده كده السجق بينزل السوائل بتاعته، فاللي مش حابب ان هو يحط زيت ويسخن الطاسه بس السجق ما يبقاش مجمد. انا دلوقتي بقى هقعد اقلب في السجق كده. حطيته هو اول حاجه لانه هياخد وقت عن الكبده في التسويه. حطيته اول حاجه وبعد كده هفضل اقلب فيه لغايه ما الاقيه ان هو اتشوح عندي من الناحيتين كل حاجه زي ما انتم شايفين، عشان هو كان مجمد والنار عندي في العين مش متساويه، فالصينيه لسعت من الجنب. بس عادي يعني، ما زي ما بيحصل في الصواني اصلا اللي بيعملوا فيها الحاجات دي بتبقى شكلها كده. المهم بعد كده بقى نزلت بقى بلية، ونزلت بالقلب، ونزلت بالكلاوي والحاجات اللي هتاخد وقت في التسوية عن الكبدة، وقلبناها الاول كلها بقى كده. خدنا السجق على جنب يكمل تسويته، وقلبنا بقى الحاجات ديت لوحدها كده برضو طول ما انا واقفة عمالة بقلب. وطبعا النار معايا حامية، بقلب عشان لازم ياخد الصدمة عشان يوقف الكبد والحاجات دي ما تنزلش الدم بتاعها. هنقلب بقى كويس قوي لغاية ما احس ان هو ابتدى ان هو يخش في التسوية معايا. هحطه على جنب وانزل بقى باخر حاجة اللي هي في التسوية مش هتاخد مني وقت بالكبدة. طبعا الاكلة ديت ممكن ان انا اخش بقى ادخل مع الكبدة، ندخل مع الكبدة بقى لو احنا حابين كفتة اللي هي البوبسل، او ان احنا حابين ان احنا نحمر ممبار ونقطعه ونحطه معاه حسب ما بتبقى بره وبنشتريها من بره. هقلب بقى الكبده كويس قوي لغايه ما احس ان هي بقى خلاص ان هي دخلت في التسويه، وبعد كده بقى هفضل بقى اقلب كله مع بعضه. الحاجات اللي انا هحطها هنا، انا هحط بصل، هحط فلفل الوان، انا هكتفي بالحاجات دي. لكن اللي حابب بقى ان هو بيعملها بطماطم عشان يديها لون حمار، اللي حابب اي اضافات تانية، انا هكتفي ان انا بعد ما هلاقيها خلاص ان هي دخلت في التسوية انا مقطعه البصل. هنقطعه جوليان او التقطيع اللي احنا حابينها هنقطعه بقى، وبعد كده ننزل بالبصلة بتاعتنا. بس لازم زي ما قلت لكم ان هو يبقى داخل في التسوية كله كده اندمج مع بعضه. وزي ما انتم شايفين انا لا حطيت مية ولا حطيت اي حاجة، كله من اللي بينزل بقى من الكبدة اللي بينزل من السجق. التوابل بتاعتنا اللي هنحطها كزبرة، توابل اللحمة، هنحط بس فلفل والملح ورشة كمون. وبعد كده بقى هنقلب كويس. الملح طبعا احنا حطيناه لان كده كده كانت خلاص كل حاجه معانا تعتبر استوت. زي ما انتم شايفين بقى الخطوه اللي هننزل بيها البصل. زي ما قلت لكم هنزل بالبصل واقلبه لغايه ما احس ان هو دبل معايا شويه. بعد كده بعد ما نلاقي البصل ان هو دبل هننزل بقى بالفلفل اللي هو موجود معانا. انا كان عندي فلفل الوان وفلفل اخضر نزلت بيهم، لو احنا حابين بس ان احنا ننزل بفلفل اخضر حسب المتواجد عندنا. وبننزل بالثوم، هنا انا نزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم وهقلبه. وبعد كده زي ما قلت لكم بقى هننزل بالفلفل، هو هيبقى في اخر مرحله لان الفلفل ما بيبقاش مستوي معانا يعني، لازم برضو تبقى فيه حته اللي هو نحس بيه كده. المهم هنقلب بقى كله مع بعضه. هو طبعا كان داخل في مرحله التسويه، لو انا حسيت ان هو مستواش معايا هزود له بس ربع كوبايه من الميه يكمل بيها تسويته. بس انا هنا كانت بالنسبه لي ان هو استوى، وجربت ان انا قطعت من السجق لقيته ان هو بيتقطع معايا بكل سهوله. والكبده زي ما احنا قلنا ما بتاخدش وقت في التسويه. هنا انا حطيت من هريسه الشطه علشان الطعم يبقى زي اللي بيتباع بره بقى اللي هو السبايسي. والريحه مش عايزه اقول لكم انها كانت يعني والله العظيم احلى من المحلات. الريحه كانت جامده فعلا. الطريقه ديت سهله وحلوه وسريعه. وزي ما قلت لكم لو احنا حابين بقى الحمار بنحط بقى معلقه من معجون الطماطم، بنحط او لو عايزين ان احنا نقطع طماطم بس نقطع القلب بتاع الطماطم ونحطه معاه، ونفضل بقى نقلب لغايه ما اوصل للتسويه اللي انا عايزاها. في المرحله دي بقى انا حسيت ان هو كان خلاص استوى، بوطي النار لغايه بس ما شويه الميه الصوص ديت تتظبط كده معايا. وبعد كده بيبقى السجق معايا خلاص كده استوى وتمام.
لو حبينا زي ما قلت لكم. عندنا بقى الكفته اللي هي صوابع كفته مدوره، حابين ان احنا نضيف لحمه، حابين ان احنا نضيف عندنا ممبار بوبس او بومبار برضو اللي هو الصوابع، ونقطعه صغير نفس الطول كده بتاع السجق، وبنقلبهم بقى كلهم تقليبه واحده، وبتبقى كده الاكله بتاعتنا سهله، ما اخدتش وقت خالص في العمايل، اتعملت معانا على طول زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي بتاعها. طبعا احلى حاجه بتتعمل انها بتتحط في رغيف بلدي بقى، ومعهم شويه جرجير، سلطه طحينه، السلطات بتاعتنا. اكله سريعه وما اخدتش وقت وخفيفه. احنا عن نفسنا اكلناها بعيش كده على طول، عملنا سندوتشات في العيش البلدي واكلناها بعيش وعلى سلطه الطحينه والمخلل والسلطات. جربوا الطريقه ديت هتعجبكم جدا، خفيفه وفي اكلها ما اخدتش وقت خالص وسريعه جدا. جربوها صدقوني هتعجبكم قوي. ويلا بقى قولوا رايكم في الكومنتات، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش معانا في القناه يشترك عشان يوصلوا كل جديد معانا.